مشاهدي نهارك سعيد، لسه مستمرين مع بعض في فقراتنا في نهارك سعيد، ووصلنا لفقرة مهمة جدا من خلالها عايزين نحط ايدينا كده على النقاط المهمة اللي تخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها. ازاي ننهض بالبلد، ازاي يبقى في نهوض وفي بناء. احنا عندنا موارد بشريه كتير جدا في البلد دي، لو بصينا زي ما قلت في المقدمه للصين او للهند هنلاقي ان الناس دي استغلت واستثمرت الموارد البشريه اللي عندها وبقت من اهم البلاد اللي في العالم. احنا في مرحله هامه جدا ودقيقه وصعبه، وفي مفترق طرق. اسئله كتير جدا في اذهاننا اكيد بتدور عن المستقبل. يا ترى المستقبل هيكون شكله عامل ازاي؟ يا ترى هيكون في شغل وهنقضي على البطاله، وهيكون في انتاج وهنقضي على الغلاء، ولا ايه اللي هيحصل؟ يعني كل دي اسئله بتدور في اذهاننا، ازاي نتقدم بالبلاد لقدام. كل دي اسئله هنسالها النهارده على الخبير التنميه البشريه والاداريه دكتور محمد حسين، عضو بمجلس علماء مصر. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، والف مبروك. انا عارفه انه كان في مسابقه مهمه جدا حضرتك فزت بيها، فحضرتك قلت بلاش نتكلم فيها عشان الوقت. يعني هي كانت اسم المسابقه يوروبيان بيست سبيكر، احسن متحدث في اوروبا. بيختاروا الاكاديميه البريطانيه للتنميه البشريه كل سنه افضل متحدث في كل مجال. يعني انا بشكرك على ان انت مش حابب تتكلم عن الجائزه اكتر ما انت تتكلم ازاي ممكن نقوم بالبناء او بالنهضه في البلد اللي احنا فيها دي. هل تعتقد ان الوضع صعب وسيء؟ لانه ده سؤال بيدور في اذهاننا كلنا في البلد. خليني اقول لحضرتك احنا في الاداره بنفكر ازاي. احنا في الاداره ما بيهمناش قوي الوضع الحالي قد ما بيهمنا احنا بنتحرك منه ولا لا. يعني دايما لما نيجي نبص على اي قضيه دايما نرسم كيرف. يعني مثلا ناس تقول الامن وفي مشاكل في الامن وفي صح، بس تعالى نرسم كيرف كده من اول قيام الثوره لغايه دلوقتي، الامن بيتحسن ولا بيسوء؟ ساعتها نقدر نحكم على القرارات اللي احنا بناخدها، على الخطط اللي احنا بننفذها، على البرامج اللي بنقوم بيها بتؤدي لتحسين الوضع ولا العكس. فالوضع سيء، نعم. الوضع الاقتصادي فيه مشكله، الوضع الاجتماعي فيه مشكله، الوضع النفسي والمزاج العام عند المصريين اصبح مختلف عما تعودنا عليه طول عمرنا. لكن المهم مش بقى احنا فين، المهم احنا بنتحرك لفين، وهو ده اللي بيصعب المشكله شويه. النهارده حضرتك تقعدي مع اي مصري في اي مكان باي مستوى تعليمي يسالك في الغالب سؤال واحد بس: البلد رايحه على فين؟ صحيح. ده حتى البرامج دلوقتي بقت بالزبط. مصر الى اين؟ يعني بقت مانشات. بالظبط. ده معناه ان في افتقاد من الناس اللي عايشه، المواطنين، للرؤيه. ناس مش فاهمه. صحيح. وده معناه حاجه من الاثنين برضه، يا اما انه في رؤيه واحنا مش عارفينها وده غلط، يا اما انه اصلا مفيش رؤيه. طب ممكن افهم من حضرتك يعني ازاي عندنا رؤيه واحنا مش عارفينها؟ ان الحكومه حاطه رؤيه، ان النظام حاطط رؤيه، ان هو حاطط خطط، حاطط برامج، عارف عايز يعمل ايه، عارف عايز يعمل ايه في الاقتصاد بالظبط، عارف عايز يعمل ايه في السياحه، عارف عايز يعمل ايه في التعليم، عارف عايز يعمل ايه في الصحه، وبيتحرك واحنا ما نعرفش. ودي مشكله كبيره اللي هي يعني يتشدق بها كثيرا كلمه الشفافيه. الشفافيه في الاداره حاجه مهمه جدا. في فرق كبير جدا ما بين على مستوى الاسره ان اب وام يقعدوا مع اولادهم ويناقشوا ظروفهم الاقتصاديه بكل صراحه، احنا عندنا مشكله ماديه ومحتاجين نعمل كذا ومحتاجين نعمل كذا. اوتوماتيك الاولاد بيتعاونوا، بيتفاعلوا، بيبقى عندهم استعداد نفسي ان هم يضحوا حتى بجزء من احتياجاتهم علشان يساعدوا الاب والام في ان هم يمشوا بالبلد بالاسره احسن. وفي فرق ان في اب مخبي ظروفه عن اولاده وعمال طول الوقت متعصب، بيكلمهم بطريقه هم مش فاهمين هو ليه عليه هذه الضغوط، لان هو ما عندوش شفافيه. كل ما كان المدير في شغله شفاف مع الموظفين، كل ما كان الاب في الاسره شفاف مع اولاده، كل ما كان الرئيس في الدوله شفاف مع مواطنيه، كل ما الناس هتتفاعل وهيبقى عندها رغبه وطاقه انها تبذل جهد احسن، وعندها الرغبه في انها تحاول تساعد. خلاص انا عارف المشكله هي ايه بالظبط، عارف ملامحها، محدش بيخبي عليا، محدش بيكذب عليا، حاسس ان الناس بتشتغل، فبالتالي انا كمان هشتغل. فاحنا على احسن الفروض في رؤيه واحنا مش عارفينها. ده احنا عشان نحسن الظن. انا وصلت مع حضرتك لنقطه مهمه جدا اللي هي ممكن اعتبرها كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي اول حاجه الشفافيه من الحكومه علشان نقدر احنا كشعب نساعدهم في التطور ده او صحيح. في النهوض ده. بمناسبه موضوع الشفافيه ده، مش معنى شفافيه اني اعرف بس الوضع، ان انا يبقى عندي معلومه، يبقى عندي معلومه اعرف هم بيعملوا ايه، هم بيختاروا القيادات على اساس ايه. صحيح. على مبدا اهل الثقه ولا اهل الخبره. هم القيادات اللي بتشتغل باي منهج؟ بتشتغل صح ولا بتشتغل غلط؟ انا لازم اتابع، انا من حقي اني اتابع، انا دافع ضرائب، من حقي اني اتابع. كان جات لنا فتره كان غياب المعلومه كان عامل لنا مشكله، ان احنا كنا في انقسام شديد جدا، لانه ده يقول لا ده اللي بيحصل، فيقول لك ده لا ده ما بيحصلش، فده عمل انقسام. مظبوط. وفي وسط الانقسام اللي احنا بنعيشه دلوقتي، هل تعتقد ازاي في وسط الاختلافات والانقسامات اللي احنا عايشينها ازاي ممكن نوحد الصف؟
ازاي ده ممكن يحصل وسط كل الانقسام اللي بيحصل؟ الناس يا فندم بتتوحد صفوفها وبتتوحد جهودها لما يكون في هدف كلنا عارفين احنا عايزين نشتغل نروح فين. احنا مش عارفين، وبالتالي احنا كمان اللي بيساعد في الحكايه دي حاله من التخبط. النهارده انا اتصور مفيش حد في مصر فاهم ايه هي آلية اتخاذ القرار، محدش عارف. فجأة بيطلع قرار غير مدروس طبعا، واحنا يعني عندنا علم اسمه علم اتخاذ القرارات، ده جزء مهم جدا في الإدارة. احد هذا العلم اتخاذ القرارات تحت الضغوط، اتخاذ القرارات في وقت الازمات، اتخاذ القرارات السريعه، يعني في حاجه اسمها كده. واحنا بنعمل دراسات وابحاث وبنعلم المديرين وبنعلم القيادات في كل مكان ازاي يعرف ياخد قرار مدروس. طالما ان القرارات بتؤخذ كثيرا ويتراجع فيها كثيرا، يبقى عندنا اول مشكله في آلية اتخاذ القرار. في مشكله هنا، قد تكون المشكله في ان ما عندهمش معلومات، وده امر وارد جدا، لانه خلي بالك حضرتك النظام ده كله كان خارج الملعب لسنوات طويله، فهو عنده تصورات وقد تكون رومانسيه قد تكون حالمه. كثره النقد من الخارج خليه يقول لك دول من النظام اللي فات ما بيعملش. لما بنيجي عشان كده عندنا مثل شعبي يقول لك ان اللي على البر عوام، لانه على البر نقدر نتكلم عن السباحه كويس قوي، لكن لما ننزل نفاجئ بقى بانه في مشاكل، نفاجئ ان في موظفين مش قادرين يشتغلوا، فنجد نفس التصريحات اللي كانت بتتقال قبل كده بتتقال. ليه؟ انه معنى كده احنا بنستخدم اليات ليست جيده، اليات ليست مواكبه للمشاكل. فلازم ادرس المشاكل اللي عندي هي ايه، ادرس ازاي اقدر احلها، اعرف اخد قرار. القرار الجيد ليه صفتين، انه يحل المشكله ويلقى قبول عند الناس. دي حاجه مهمه جدا، انه ممكن اخد قرار صح جدا بس لا يلقى قبول، فالناس لا هتتفاعل معاه ولا هتحاول ان هي تساعدني، فهبقى انا بسبح ضد التيار وضد رغبات الناس. علشان اقدر انهي الانقسام لازم يكون عندي هدف واضح مشروح للناس محدد، متفقين كلنا عليه، ونتحرك فيه بخطوات ايجابيه كويسه جدا، ونصمت الناس المتفرجين. خلي بالك حضرتك، اسوأ حاجه المتفرجين، المهللين من المؤيدين والمهللين من المعارضين، دول اسوأ حاجه. دي اكتر حاجه بتشق الصف، دي اكتر حاجه بتخلي الناس طاقتها طول الوقت سلبيه، ليه خلاص بقت الحكايه مكلمه. هو حضرتك بتشوف الواقع دلوقتي ازاي؟ يعني انا عايزه اعرف من وجهه نظر حضرتك، يعني انت بتقول انه اسوأ حاجه ان المهللين سواء من المعارضين او من المؤيدين، دي حاجه مش دي حاجه سلبيه مش ايجابيه. مظبوط. عايزه اعرف من وجهه نظرك انت شايف الواقع ازاي؟ شايف الناس عامله ازاي في مصر؟ ادائها عامل ازاي في مصر؟ ممكن تعمل ايه؟ خليني اقول لك انا شايف الوضع ازاي. انا شايف الناس تتبع بالعقل. الناس في مصر انتمت لافكار وانتمت لايديولوجيات من زمان جدا، سواء في اي تيار من التيارات، ونتيجه استمرارها لفتره طويله جدا الغت عقلها. احنا بنحب اللي هو القطيع، اللي هو زي القطيع، بنمشي مع زي العمده ما بيقول، او زي ما الشيخ بيقول، يعني احنا ماشيين في الطريق ده. الطريق ده بيقول ان انا انتميت لجماعه معينه، لفكر معين، لتيار معين لفتره طويله، لغيت عقلي، اعتبرت ان عقلي دي حاجه انا مش محتاجها دلوقتي. هو بيفكر لنا، هو بيفكر وهو بيمشي وانا بسقف له، في حين ان المفروض كل واحد في مكانه ما يكونش مصفق قد ما يكون مصلح. يعني انا بنتمي لاي تيار واي جماعه، مش عايز اسمي عشان الناس ما تقعدش تفكر. لا طبعا مش عايزين نسمي، لكن انا عايز اقول اي تيار هناك اشياء يجب ان تصلح فيه. لو انا موجود في مكان لازم اشتغل، لازم اصلح. احنا ما بنعملش كده. احنا شغالين في التبرير في كل التيارات، شغالين في مساله ان احنا عمالين نسقف وخلاص ونهلل وخلاص، والاثنين دول صفات سلبيه لا تؤدي الى شيء احسن. فده الوضع الحالي. نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل كتير جدا في البلد دي. البلد دي بيطلع منها كل شويه علامات في الفن، في الاقتصاد، في السياسه، في الاداره، حاجات تقول ان البلد دي فيها حاجات كتير غير مستغله وغير مكتشفه. اللي عايز يشتغل لازم يقعد بجد مع الناس بصدق نيه حقيقي، مش كلام. يقعد يشوف الناس طاقتها ايه، الناس قدراتها ايه، هو ازاي يقدر يوظفهم بشكل احسن. والله حضرتك يعني افكارك مرتبه جدا، واللي بيسمعها يحس انه ممكن يقدر يعملها بسهوله وببساطه وبسلاسه جدا. طيب اكيد في زي حضرتك مستشارين موجودين في الحكومه او في المنظومه الاداريه يعني اللي بتدير البلد، صحيح؟ المفروض ولا ده صحيح؟ عشان ما عنديش معلومه الحقيقه. انا يعني فاهم اعلم انه المفروض، انا ما اعرفش طبعا الناس كلها الموجوده وكفاءتها ايه وبيعملوا ايه العمل اليومي بتاعهم، لكن المفروض يكون اصل احنا بنفكر بالترتيب ده وبنحقق بالترتيب ده، اعتقد احنا ممكن نخرج من الازمه اللي احنا فيها وبسرعه. احنا مش بس نخرج، احنا ممكن نعمل قفزات طبعا بعيده الامد طبعا. طب احنا دلوقتي عندنا موارد بشريه كتير لازم يتم استغلالها. هل تعتقد ان احنا كمصريين عندنا القدره والاستيعاب؟ لان انا الحقيقه بشوف شباب كتير جدا عندهم زي ما حضرتك بتقول اقتراحات ومشاريع، ممكن يعمل مشروع مهم وكبير، ممكن ينقل البلد لنقله كبيره قوي وباقل التكاليف، ممكن يعمل مش عارفه مشروع تعليمي يقلل المواد وفي نفس الوقت يخلي الطفل عنده استيعاب فظيع في التعليم. عندنا موارد بشريه وعندنا اقتراحات ودماغ حلوه، ممكن نستفيد ازاي؟ طيب يعني نحط الراجل المناسب في المكان المناسب بس.
اختار الناس اللي بتفهم، اللي كل واحد يشتغل شغله. شوف ان في حديث الرسول طب صلى الله احنا عليه وسلم عندنا كذا منظومه دلوقتي، عندنا التعليم، عندنا الصحه، عندنا يعني عندنا البترول، عندنا النقل، عندنا كل الوزارات عندها مشكله. طول ما احنا بننظر ان اللي بيعلق على الاداء او اللي بيتكلم على الاداء انه معارض، انه مش عايزني انجح، انه بيهز السلطه، خلاص انا قافل وداني وعمال احكم عليه من غير ما احاول افكر. في حديث مهم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه. فسال الرسول ما هي الامانه؟ قال لهم اسناد الامر لغير اهله. احنا دلوقتي بنعيش الحكايه دي، بالاضافه الى ان احنا بينطبق علينا جدا الجمله الرائعه اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب لما قال اذا اراد الله بقوم سوء منعهم العمل ومنحهم الجدل. جدل طول الوقت، احنا بنتكلم كتير قوي. طب هل تعتقد انه المرحله اللي احنا فيها دي غير مهيئه، او المرحله اللي احنا اللي المفروض تكون انتهت النهارده مع الدستور يعني خلاص الدستور اقر والمفروض ان احنا دلوقتي بنبدا في البناء والنهوض، هل تعتقد ان احنا مهيئين دلوقتي او مستعدين دلوقتي ان احنا نبدا في البناء، او هنشوف ايام كويسه يعني الايام اللي جايه ولا لا؟ مهيئين ان احنا نبدا في البناء اذا كانت القياده اتعلمت من اخطاء الكام شهر اللي فاتوا. عندنا اخطاء فيتال، اخطاء فادحه. عندنا في علوم الاداره دي بنسميها اخطاء فادحه، اخطاء اداره مميتة. الازمات. يعني انا بسمع الجمله دي كتير جدا، انه في اداره ازمات في الدول الاوروبيه والكبيره والمتقدمه، ودول عربيه كتير عندها فن. ودول عربيه. انا المفروض ان انا بسمع انه عندنا في مصر عندنا اداره ازمات او مؤسسه اداره ازمات او اشخاص. طيب احنا بالمناسبه يا فندم عندنا في مصر كل حاجه. انا كنت كتبت مقاله زمان اسمها كده وكده. احنا عندنا مقاله، عندنا كل حاجه كده وكده. عندنا تعليم بس كده وكده، عندنا صحه بس كده وكده، عندنا الهيئه اللي مش عارف ايه اللي بتعمل دراسات وابحاث بس كده وكده، عندنا مجلس علماء مصر بس ما حدش بيسمعه، عندنا المجالس القوميه، كل حاجه موجوده، الكيانات موجوده، المطلوب تفعيل. مش عايزين ننشئ اي كيان جديد، عايزين نشغل اللي موجود. الازمات شيء مهم جدا، لازم نقعد ندرس ايه الازمات المتوقع انها تحصل والمفروض نتعامل معاها ازاي ونحط لها خطط. في ناس فندم بتشتغل طول حياتها بس في جانب اداره الازمات ده بس، ما بيعملش حاجه ثانيه، دي حياته كلها. يبقى احنا ما بنستغلش، يبقى احنا عندنا الموارد ولا يتم استغلالها. ان شاء الله انا بتمنى انه زي ما في زي حضرتك كده افكاره مرتبه، عارف ازاي يحط البلان او الخريطه بتاعته لمده 10 سنين او لسنتين او ل3، ما يبصش تحت رجليه. تهيألي ان احنا عندنا موارد بشريه مهمه جدا تقدر تخرجنا من اللي احنا فيه. فانا هسيب الكلمه الاخيره لحضرتك، ان انت تقول لنا اولا قصه الانقسام اللي احنا بنعيشها لازم تنتهي ازاي، ولازم نتوحد ازاي حتى لو احنا مختلفين عن الراي، لانه عندنا ثقافه مهمه جدا احنا مفتقدينها، ان احنا نقبل الاخر حتى ولو كان مختلف، ودي عامله اكيد مشكله كبيره جدا. صحيح. احنا عندنا مشكله في مساله ان انا اسمع اللي قدامي عشان افهم منه، انا بسمعه عشان احكم عليه. وبنعيش دلوقتي في عصر التصنيف، انه انا عمال اسمع فلان ده ده طياره كذا فاكيد بيأيد عشان كده. عشان كده في ناس تقول لك هو انت طيارك ايه؟ مش لازم اكون منتمي على فكره، انا منتمي للصح ايا ما كان. اي حد هيعمل حاجه صح هسقف له، اي حد هيعمل حاجه غلط هقول له انت بتعمل ده غلط والمفروض تصلحه باي شكل. القضيه كلها عشان ننهي الانقسام زي ما قلت لحضرتك لازم نبعد المتفرجين. الناس لازم كلها تبقى بتشتغل، كل الناس بتشتغل، اللي في الحكومه بيشتغلوا، اللي في المعارضه بيشتغلوا عشان يقدموا افكار احسن من اللي بتقدمها الحكومه، مش كلام. ما تسمعي بعض المعارضين تحكي تقول الحمد لله ان دول برضه مش في السلطه، لانهم ما عندهمش اي حاجه خالص، مجرد كلام واستهلاك شعارات بقى لها 100 سنه خلصت وما عندوش حاجه، هو ما يقدرش يقدم حاجه. كويس؟ احنا محتاجين كل الناس تشتغل. هو لازم ايه اللي يحصل علشان ما نبقاش كلام وبس؟ يبقى في مبادرات حقيقيه نشتغل على ارض الواقع. اللي عنده يعني انا مثلا ساعات يقول لك ايه فلان الفلاني ده ما بيعملش حاجه كويسه، اوكي انا موافق جدا على اللي بتقوله ده، بس اعمل احسن. انت اعمل الاحسن. حد يعلق على حد معين فقول له اعمل احسن منه. خلي دايما المسابقه في الفعل، مش المسابقه في مين بيتكلم احسن، مسابقه مين لابق اكتر، لا خلي المسابقه دايما بين الناس في الفعل. الدوله عليها عبء كبير جدا، النظام عليه عبء كبير جدا، النظام اللي بيحكمنا دلوقتي احترف على مدى سنين طويله جدا انه ينقض الاوضاع اللي فاتت، وبالتالي الناس كلها بتشوف ايه الفرق، فبتلاقي الى حد كبير ما حصلش حاجه جديده، ما حصلش بدايات حتى، ومش هيحصل حاجه جديده في 6 شهور. لكن المنهج احنا هنبقى دوله ايه؟ هنبقى دوله صناعيه. يعني الصين عندها رؤيه، في حاجه في التخطيط الاستراتيجي اسمها الرؤيه. الصين قالت لك احنا هنكون مصنع العالم، احنا هنصنع للعالم كله خلاص، وده اللي حصل. ماليزيا قالت انا هركز على السياحه، وهي من اكبر الدول السياحيه دلوقتي في العالم. احنا مش عارفين هنبقى دوله زراعيه، فعندنا مفيد توشكا، يعني المفروض ان احنا دوله زراعيه، وبعدين توشكا دي اساسا اللي اتصرف عليها ملايين الملايين، وفي الاخر ما كانوش عارفين يدخلوا فيها الميه، لانه ما كانش في رؤيه. في اسوأ الحاجات اللي حصلت في النظام السابق في مصر انه ما كانش في رؤيه، انه عايزين نعمل شويه زراعه فبنعمل مفيد توشكا ونصرف فيه مليارات، وفي نفس الوقت برضو بنفكر ان احنا نعمل صناعه فعمالين نهيئ مناطق صناعيه، وفي نفس الوقت السياحه عندنا امر مهم لان عندنا موارد، فبنحقق نجاح غير ملحوظ
في كل الاتجاهات. لازم نحط رؤيه، الدوله لازم تحط رؤيه تعلن هي عايز تعمل ايه. بلاش كلام بقى مشروع النهضه، مش كلام، احنا عايزين كلام محدد. احنا عايزين اللي هو ايه مشروع، هنبقى ايه، اول 5 سنين هنعمل ايه، وطالب من المجتمع المدني يساعدك في ايه. طالب من النهارده في مبادرات عظيمه جدا، في ناس بتشتغل زي مبادره العلم قوه وخلافه في مساله البطاله. اطلب من الناس، وجه المجتمع المدني، قول لهم انا عندي عايز اقضي على البطاله في ظرف 5 سنين، عايز اعمل مشكله كذا، عايز احل المشكله دي الفلانيه، بس حط لي رؤيه عشان اعرف اتفاعل معاك. ما الاقيكش بتاخد قرار الصبح وبتلغيه بالليل، والاقيك بتطلع اشاعات. وكل حاجه النهارده قابله للتغيير، وده اكثر ما يضر بالاقتصاد، اكثر ما يضر بالانتماء، لان انا مش عارف انا بنتمي لايه. يعني انا بشكر حضرتك وبختم بالكلام اللي حضرتك قلته ده، لانه مهم جدا ان هو يوصل مسج لكل الجهات المعنيه انه الشعب عايز يساعد، الشعب عايز يقف، وعندنا اقتراحات وعندنا مخاخ حلوه جدا وافكار وحاجات كتير جدا. ف يعني انا بشكرك جدا يا دكتور، وانا مبسوطه ان حضرتك كنت موجود معانا النهارده علشان تقول لنا ازاي نرتب افكارنا وازاي نعمل خطط وازاي نمشي عليها عشان نحققها بجد. انا بشكرك على وجودك معانا ومبروك للمره الثانيه. مشاهدينا كان معانا دكتور محمد حسين عضو بمجلس علماء مصر، كان معانا وكلمنا عن إدارة الأزمات، إزاي ممكن نخرج من الأزمة اللي احنا فيها ببساطة وبسهولة، نرتب أفكارنا ونحاول نصر على اللي احنا عايزينه ونوصل له. أنا بشكركم، هسيبكم مع الفاصل ده ونرجع مرة تانية لسه مكملين مع بعض في نهارك سعيد.